هنعمل مع حضراتكم محشي الكرنب بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وهنطلعه بالجمال اللي حضراتكم شايفينه ده. بطريقة سهلة وبسيطة هنطلع معاكم أحلى محشي كرنب زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله. بعد ما قلبناه من الحلة الشكل ولا أروع من كده. الريحة طبعا والشكل والأصابع بتاعة المحشي الكرنب ما شاء الله زي ما انتم شايفينها كده. طبعا ما هيش أصابع كبيرة ولا حاجة، وأصابع ما شاء الله مستوية وشكلها جميل وتحفة. هنعمل معاكم الجمال ده بطريقة سهلة جدا وبسيطة. يلا نبدأ مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من مطبخ نادر سليمان هنعمل مع حضراتكم طريقة عمل محشي الكرنب بطريقة سهلة جدا وبسيطة. أول حاجة هنعملها زي ما انتم شايفين، هنبدأ نحضر الصلصة بتاعة المحشي. هنجيب بصلة مع شوية الزيت زي ما انتم شايفينها كده، وهنبدأ نشوح البصلة في الزيت لحد ما تاخد اللون الذهبي زي ما حضراتكم شايفين كده. وهنبدأ ننزل بالثوم، حوالي 5 و6 فصوص توم يعني مقطعينهم كده قطع صغيرة زي ما انتم شايفين. نحطها بعد ما يبدأ البصل ياخد اللون الذهبي، وهنبدأ نقلبهم مع البصل زي كده. وبعد كده ان شاء الله هنبدأ ننزل بالصلصة بتاعتنا او بالطماطم اللي هي مضروبة في الخلاط او في الكبة بتاعتنا. هننزل بالطماطم زي ما حضراتكم شايفين، عصير الطماطم اهوت. طبعا هنبدأ عصير الطماطم ده يا جماعة بنبدأ اللي هي التسبيكة بتاعت المحشي، يعني بيسموها في البيوت هنسبك الصلصة. يعني عايزين الصلصة نسبكها ليها كده، هتبدأ تغلي لحد ما تتقل زي ما حضراتكم شايفين. نبدأ نحط عليها التوابل: فلفل أسمر، نص معلقة فلفل أسمر، ونص معلقة كمون، ونص معلقة كزبرة ناشفة، وبهارات محشي أو ال7 بهارات، نص معلقة برضو، ومعانا معلقة كبيرة ملح زي ما حضراتكم شايفين. هنقلبهم في الخليط طبعا بتاع الصلصة زي ما حضرتك. دي البهارات اللي هي بتاعة المحشي اللي هم ال7 بهارات مع بعض، وهنبدأ نقلبهم في الصلصة بتاعتنا، وهنبدأ نسيبها تغلي على النار لحد ما تبدأ تتسبك كويس وتبدأ، لأن طبعا فيها مية زي ما حضراتكم شايفين. هنسيبها ونبدأ نحضر بقية المقادير بتاعتنا. طبعا ده الرز بتاعنا نقعينه في مية، وبعد كده شلناه وسيبناه لما نشف زي ما حضراتكم شايفين كده. رز منقوع في ميه طبعا، ومعانا ربطة كزبرة على ربطة شبت وربطة بقدونس متقطعين زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا دي الخامات اللي احنا هنشتغل بيها المحشي بتاع الكرنب. وطبعا معانا الكرنب بتاعنا مسلوق ومتقطع زي ما حضراتكم شايفينه كده. ده كده الخامات بتاعت محشي الكرنب اللي احنا ان شاء الله هنشوفه مع بعض بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وازاي بنلفه بطريقة سهلة جدا. طبعا كده الصلصة اتسبكت زي ما حضراتكم شايفين، طبعا خست النص زي ما انتم شايفينها بعد التسبيك. هنبدأ ان شاء الله ننزل بالصلصة بتاعتنا على الرز بتاعنا، وهنبدأ نعمل الخلطة بتاعة المحشي. هننزل بالصلصة زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده ان شاء الله هننزل بالبقدونس والشبت والكزبرة والبقدونس اللي هم متقطعين. وهننزل ب3 4 يعني فصين 3 كده توم، مقطعينهم ناعمين خالص خالص خالص. هنحطهم برضو، دول بيعطوا طعم حلو جدا في المحشي، وبيخلوا له طعم كويس جدا. اللي انتوا شايفينهم دول 3 4 فصوص توم كده. دي طبعا اسرار المحشي يا جماعه، بتبقى لمسات صغيره كده بتعطي طعم حلو. فالحاجات الصغيره ديت احنا ان شاء الله بنعرفكم عليها. طبعا دي الخلطه بعد ما قلبنا الصلصه بالرز بالخلطه كلها على بعضها زي ما حضراتكم شايفين كده، ما شاء الله شكلها جميل. طبعا الصلصه يعني باينه فيها ازاي، والرز طبعا بعد ما قلبناه. ديت خلطه المحشي اللي احنا هنحطها في الورق بتاع الكرنب. هنبدأ نجيب الحلة اللي هنعمل فيها المحشي، وهنبدأ نجيب بصلة زي ما حضراتكم شايفين، هنقطعها طرنشات شرايح كده، عشان ده هيتفرش في أرضية الحلة، عشان طبعا المحشي ما يلزقش ولا حاجة. ودي تبقى الأرضية بتاعت في الحلة بتاعت المحشي. احنا بنشتغل يا جماعة بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وإن شاء الله هنطلع معاكم أحلى محشي كرنب بإذن الله، وطريقة لفه بطريقة سهلة جدا وبسيطة. طماطمية برضو زي كده قطعها طرنشات مع البصلاية اللي احنا قطعناها، وهنفرشهم في أرضية الحلة زي كده. هنبدأ بعد كده عشان نبدأ نحشي محشي الكرنب، وهنعرفكم ازاي بنلفه بطريقة سهلة بسيطة. شوفوا الصبع عامل ازاي، الصبع رفيع، مش الصبع بقى الكبير بقى اللي شكله وحش، لا، صبع صغير كده وحلو سيمبل كده. يعني ما شاء الله هنعرفكم ازاي بنلف. انا بجيب
البلانشة زي كده، وببدأ أجيب أفرد الورق زي كده، وبجيب المحشي الخلطة بتاعت المحشي بحطها. ما بتبقاش كتير طبعا يا جماعة، عشان الرز بيكبر لما بيستوي، بيكبر الضعف. هبدأ ألفها زي كده، هبدأ أحط الطرف زي كده، وهبدأ أشد بحيث إن أنا أفضي أي هوا فيها زي كده، وهبدأ بإيدي تحت إيدي كده، وهبدأ أسحبها بإيدي لقدام زي كده. شوفوا اللفة سهلة جدا وبسيطة، الصابع بسم الله ما شاء الله ملفوف بطريقة سهلة جدا وبسيطة. هنعمل معاكم كام صابع برضو كده عشان تشوفوا اللفة. طبعا الكرنب يا جماعة زي ما انتوا عارفين بيبقى أخضر على أبيض، زي ما انتوا شايفين الألوان بتاعته كده أهي. الورقة متقطعة، وهبدأ أجيب الرز أحط اللي هو الخلطة، وهبدأ ألف طبعا بطريقة سهلة وبسيطة خالصة. ببدأ أشد بس كده، أشد أطلع منها الهواء، وأعملها أول لفة كده، وأبدأ أسحبها بإيدي لقدام زي كده. ما شاء الله الصابع بيطلع شكله يا جماعة ولا أروع، وطريقة سهلة. لا بلف على إيدي بقى، ولا شغل الحريم اللي هو بيبقى صعب شوية كده، لهم طريقة معينة كده في اللف. لا، ده طريقة سهلة وبسيطة، ممكن الواحد يعني يحشي الحلة في 10 دقايق زي ما حضراتكم شايفين، بطريقة بسيطة جدا وسهلة. وبنعمل معاكم محشي يعني بطريقة يعني ما فيش اسهل من كده بقى. بنلفها بس الاول كده لغايه ما نشيل منها الهواء، وببدا اسحبها بايدي زي ما حضراتكم شايفين كده. الصابع بيطلع شكله ولا اروع زي ما حضراتكم شايفين كده. بجمع الصابع جنب بعضها كده، كل كام صابع كده، وبعد كده ارصهم في الحل زي ما حضراتكم شايفين برضه اهو. هنعمل كمان صابع معاكم بطريقه جدا سهله. بفرد الكرنب زي كده، بحط الرز، وبعد كده بجيب الطرف اهو. الطرف بحطه، ببدأ اسحبه، بشيل منه الهوا زي كده، وبقوم بس لفه اول لفه كده، واقوم ساحبها بايدي زي ما حضراتكم شايفين كده. الصابع بتاع المحشي طالع ولا اروع من كده، شكله جميل وسيمبل وحاجه كده يا ما شاء الله تفتح النفس. ببدأ بعد كده اعمل كل كام صابع كده، ابدأ ارص في الحله زي ما حضراتكم شايفين اهو. شايفين صابع المحشي الكرنب عامل ازاي؟ حاجه كده بسم الله ما شاء الله، شكلها جميل، وحاجه سهله جدا وبسيطه، وحاجه نظيفه بسم الله ما شاء الله، معموله طبعا في البيت، حاجه بسم الله ما شاء الله. هبدأ أرص زي ما حضراتكم شايفين كده لحد ما أعمل الحلة كلها وأخلص الحشو بتاعي كله. طبعا مفيش أسهل من كده يا جماعة في اللف، والطريقة سهلة جدا. وإن شاء الله هنعمل معاكم أحلى محشي كرنب بإذن الله. طبعا كده خلاص بدأنا إن إحنا هنملى الحلة على نفس الطريقة زي كده. كده خلصنا المحشي بتاعنا يا جماعة، ملينا الحلة أهو. طبعا الحلة متبقاش مليانة على آخرها خالص يا جماعة، بقى برضو تلتين الحلة بس، عشان خاطر الرز لما بيكبر بيملى الحلة زي ما حضراتكم شايفين. طبعا احنا معانا شوربة، كنا عاملين طبعا بط، ودي شوربة البط بتاعتنا. طبعا احنا عاملين المحشي من بالليل يا جماعة، كنا حاطينه في التلاجة، فطبعا سخنا الشوربة الأول قبل ما نحطها على المحشي زي ما حضراتكم شايفين كده. وبدأنا نسقي المحشي بتاعنا. بعد ما نسقيه يا جماعة، هنبدأ بس إن احنا نمسك الحلة كده، ونبدأ إن احنا يعني نضخها شوية كده، بحيث إن زي ما حضراتكم شايفين كده بنضخها كده وبنلفها، بحيث إن الشوربة تنزل في الأرضية، تنزل طبعا للمحشي من تحت، بحيث إن هو كله يبقى واصل له شوربة، بحيث إن هو كله يبقى مستوي، ما يبقاش فيه حاجة حصى يعني. بعد ما بنهزه، بعد كده بنبدأ ان برضه نزود شوربة لحد ما نوصل للكمية المناسبة للمحشي زي ما حضراتكم شايفين كده. بدأنا نغطي وش المحشي بالشوربة زي ما حضراتكم شايفين، دي شوربة بط يا جماعة. طبعا أحلى حاجة للمحشي شوربة البط، بتبقى بسم الله ما شاء الله حاجة يعني طعمها جميل جدا. ونبدأ نسوي على النار. أول طبعا تحط على النار عادي لغاية ما بنعلي لغاية ما الشوربة تنشف زي ما حضراتكم شايفين، وبعد كده بيستوي المحشي. شوفوا يا جماعة شايفين شكله بعد ما استوي، حاجة بسم الله ما شاء الله ولا أروع من كده الشكل. السوا طبعا لا معجن ولا حاجة، وحاجة بسم الله ما شاء الله تحفة يا جماعة، تحفة. بسم الله ما شاء الله المحشي طالع طبعا بعد ما احنا قلبناه من الحله. شايفين شكله عامل ازاي من تحت، مستوي، لا في حاجه معجنه ولا في اي حاجه. شايفين الحله من تحت، ده مطرح البصل اللي احنا حطيناه يا جماعه. المحشي طالع بسم الله ما شاء الله، محشي كما قال الكتاب. اهم حاجه يا جماعه اللي ما اشتركش في القناه يشترك وفعل الجرس عشان يوصلكم كل الجديد باذن الله. وطبعا ان شاء الله هنعمل لكم حاجات حلوه كتير باذن الله. طبعا شايفين المحشي يا جماعه، شكل المحشي بسم الله ما شاء الله حاجة جميلة جدا. طبعا احنا عاملين البط، وكان الشوربة بتاعة البط عملنا بها المحشي. لو عجبكم الفيديو متنسوناش من اللايك والشير الجميل بتاعكم. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.